فبجد فكك من اي حد بيقول لك عافر في علاقه انت مش محبوب فيها، لان انت لو جبت لها نجمه من السماء برضو مش عايزاها منك. طبعا انا قلت اغير الكادر شويه لان بصراحه مش عاجبني الكادر بتاع الفيرتيكال ده اللي هو الطول، ولان انا ما بحبش اصلا فيديوهات التيك توك والريلز بقى والكلام ده، ولان احنا متعودين على المحتوى السريع اللي هو الصغير ده اللي هو بيبقى بالطول، والفيديوهات اللي هي الصغيرة اللي هي 5 دقايق 3 دقايق أو ثواني بجد ممكن دقيقة، ما تقدرش تتحمل أكتر من دقيقة. وده طبعا مش الهدف من القناة أو مش الهدف اللي أنا كنت حاطه في دماغي. أنا عايز أقعد أنا وأنت نفضفض ونتكلم. حتى لو الفيديو هيطول مننا هياخد نص ساعة ما عنديش أي مشكلة. المهم إن إحنا نوصل لإيه؟ نوصل لحاجة تفيدك وتفيدني برضه أنا كمان. طيب أنا كنت سمعت أغنية بتقول الحلوة لو عايزاك هتيجي، سيبك أنت من المعافرة. فطبعا الأغنية ضربت. أنا بصراحة مش عارف هي الواحد اسمه مشير أو حاجة. الأغنية ضربت وطلعت ترند واتعرفت وكده، والناس بدأت بقى تعمل عليها فيديوهات، والبنات تعمل بقى تيك توكس عليها وأنت عايز تتعامل زي السندريلا والكلام ده كله. وطبعا محدش كلف نفسه يعرف الأغنية بتتكلم عن إيه، وطبعا الأغنية كانت يعني قصدها حاجة تانية خالص، هي تتناول موضوع تاني خالص بعيد عن ده. فاللي مر بالتجربة دي هو حقيقي يعني هيبقى عارف الأغنية دي قصدها إيه أو بتتكلم عن إيه. طيب الأغنية بتتكلم عن إيه؟ بكل بساطة الأغنية بتتكلم على إنك ما تحاولش علشان حد مش عايزك. يعني لو في شخص في حياتك أنت عارف إن هو مش عايزك، سواء بقى هو قال لك ده دايركت أو بعت لك يعني إيه رسائل بشكل غير مباشر إن هو مش عايزك، ما تحاولش عشانه. فأنت ما تفضلش في علاقة بتحاول تثبت إنك تستحق الحب من الشخص ده. يعني هو قال لك أنا مش عايزك، يعني هو شخص لو شخص كويس وقال لك إن هو مش عايزك بكل بساطة ابعد. طب شخص تاني ما قالكش بقى يعني سايبك كده متعلق، ده بقى شخص عارفينه توكسيك، فده عايز يعلقك بيه وخلاص، وهو مستفيد منك يعني هو مستفاد منك فسايبك. فاهمني؟ مع انه برضه بيبعت لك يعني كل فتره كده يبعت لك اندايركت مسج ان هو مش عايزك، ولكن انت برضه قاعد. فصدقني يا صاحبي انت مهما عملت، انت حرفيا مهما عملت لو جبت لها نجمه من السماء هي مش عايزاها منك. انا هحاول بجد ان انا ما اسقطش قوي واعمل مونتاج في الفيديو ده. انا عايز اكلمك كده وعايزك تستفاد، ومش عايز ان انا ايه يعني اديك كلمتين واسيبك تمشي. احنا عايزين نقعد كده مع بعض ونتكلم. ده كله طبعا ما فيهوش اي مشكله، يعني ده عادي. عارف اللي بيكسر بقى مش الفراق بقى او انك تبعد عن حد او هو يبعد عنك او الكلام ده كله. اللي يكسر بجد ان انت تفضل في علاقه لوحدك، بتحارب جوه العلاقه لوحدك، وحتى مفيش اي نظره تحسسك ان انت يعني ان انت متشاف. انت حرفيا انت مش موجود، انت بتحاول لوحدك بتعافر. عشان كده بيقولوا بتعافر. في فرق كبير قوي بين ان انا اقول لك عافر عشان العلاقه واتعب عشان العلاقه. عافر دي يعني تعالى على نفسك، انت موت نفسك. يعني انت بتعمل اللي عليك ومش عاجب، ومهما عملت مش هيعجب، ده بقى المعافره. فانا بقول لك انت بتعافر علشان لقمه العيش. يعني ايه بتعافر علشان لقمه العيش؟ يعني طالع عينك بتبحث في الصخر عشان تطلع جنيه. فبجد ايه العلاقة اللي تمشي فيها تبحث في الصخر ليه؟ علشان مين أصلا؟ العلاقة أنت داخلها علشان تريحك، علشان تبسطك، عشان تلاقي نصك التاني تكملوا بعض. فأنت إن كنت يا حبيبي أنت عايز تبقى أنت الشخص اللي بيكمل بس، يبقى أنت بجد موجود في العلاقة ليه؟ أنت كده بتموت نفسك. بص أنا أقول لك جملة واحدة لو فهمتها هتوفر على نفسك سنين وجع. أنا مش ببالغ، سنين وجع هتوفرها على نفسك. الحلوة لو عايزاك هتيجي وبمزاجها، وهتسهل عليك الامور مش تصعبها. انت لو بتحب حد، انت دلوقتي انا بسالك سؤال، انت بتحبها اهو، انت لو قدامك حاجه هتسهلها لها ولا هتصعبها لها؟ هتقول لي هسهلها لها اكيد يعني، ده انا اديها عيني صح. فهي ليه تصعبها عليك؟ يبقى هي مش بتحبك. بسيطه خالص المعادله، ممكن اقفل الفيديو على كده. فالحلوه لو عايزاك هتيجي وبمزاجها وهتسهل لك الامور. سيبك انت بقى من المعاقره، وسيبك انك تجري ورا واحده بتخليك تنزف كرامه. انت ماشي حرفيا بتنزف كرامه. انت اكيد فاهم اللي انا بتكلم فيه. مش عارف ليه بجد الاغنيه دي اتفهمت غلط، مع انها واضحه جدا. يعني اكيد مش قصده بالاغنيه انك تقعد مكانك والبنت تيجي تخطبك، او البنت تجري وتشقى وتيجي عشان تبقى معاك. اكيد يا اسطى ما بتبقاش كده. اكيد انت الطرف اسمع بقى الكلام ده كويس. اكيد انت الطرف اولا اللي بياخد الستيب، يعني انت الليدر، انت الراجل. فانت اكيد انت اللي هتاخد الستيب بتاعت الخطوبه دي، او
او الستيب بتاعت انك ايه، يعني تعترف او تبدا او تعمل. لان بجد البنت اللي بتبدا، البنت اللي بتبادر في الاول، انا فاهمك المبادره اللي انا بتكلم عليها، البنت اللي بتبادر في الاول وبتبدا بجد بتبقى وحشه بعدين، مهما عديتوا ومهما قعدتوا مع بعض تبقى وحشه. تمام، وده مش موضوعنا. انما المبادره بقى اللي انا بكلمك عليها، ان انتوا خلاص بقيتوا مع بعض او بتتكلموا، وتيجي تقول لي البنت ما بتبادرش انها تتكلم، مفيش الكلام ده يا صاحبي. الكلام ده البنات هتقوله لك، هتقول لك البنت ما بتبادرش، كل مره انت بتبدا كلام، كل مره انت تبعك، مفيش الكلام ده. انت ده علامات بقى ان البنت فعلا مش عايزاك. البنت لو عايزاك هتخش تكلمك عادي، والله بجد، وهتطمن عليك، مش مستنيه انك انت اللي تخش تسال، لان الكلام ده اصلا مش هيبقى بينكم لو انتوا فعلا بتحبوا بعض. مش هيبقى في موضوع ان انت تتصل مره وهي مره والكلام ده، هي بتيجي عشوائي بجد. كل ما حد بيعوز يطمن على التاني بيخش يكلمه. موضوع بسيط جدا ومش معقد بالشكل اللي انت شايفه ده. ولكن انت شايف ده لان انت بجد يا دخلت علاقه انت ناوي فيها لعب، تمام، يا دخلت علاقه الشخص اللي معاك هو ناوي فيها لعب. انما الحب اللي بجد بقى بصراحه لا بيمشي غير كده خالص. طب انت ليه بتكمل اصلا وليه بتفضل تعافر على باب مقفول؟ يعني انت عندك كل المعلومات، سواء شايفها او عندك معلومات ان الباب ده مقفول، انت ليه تفضل تعافر قدامه؟ طب ما تبعد يا صاحبي، شوف باب تاني. يعني ده مش اخر باب في الدنيا عشان تبقى عارف. فلا، في بيبان كتير قوي بجد، الباب اللي يعطل معاك روح غيره على طول. ليه كل مره بتقول يمكن تتغير وتبقى احسن؟ هو انت ليه بجد مستني حد يتغير عشان يبقى احسن ومناسب ليك؟ طب ما تروح للمناسب على طول. انت ليه بجد تقف مع حد وتغيره علشان يبقى مناسب ليك؟ يعني انا عايزك تعقلها. انت بتصلح واحد عشان يلائمك، فانا مش عايزك تعمل كده، انا عايزك تروح للي شبهك على طول، عايزك تروح للي بيلائمك على طول واللي فاهمك على طول. مش انت مش بجد، انت مش جاي الدنيا علشان تمسك حد تغيره وتخليه تمام، وتخليه على مقاس مرايتك. مفيش الكلام ده، والكلام ده ما بيحصلش. فانت ملخص الموضوع ان انت بجد ما تعرفش حد مش شبهك، ما تعرفش حد مش لونك، وبعدين تحاول تخليه لونك. لان بجد يا صاحبي، انت ترضى ان حد يعرفك ويغيرك علشان تبقى شبهه؟ لا، هو بيحبك زي ما انت، واحنا بنتمنى ان احنا نلاقي حد بيحبنا زي ما احنا. طيب نرجع لموضوعنا تاني، انت بقى ليه مستني عند الباب اللي قلت لك عليه ان هو مقفول؟ البنت بكل بساطة قالت لك انها مش حباك ومش عايزاك ومش شايفاك. حلوة دي، مش شايفاك، لكن انت مصر انك تقعد قدام الباب ومستني حد يفتح لك. انت متصور الموضوع عامل ازاي؟ قاعد عند باب مقفول مش هيتفتح ومستني ان حد يفتح لك، تمام. وبجد انت واقف في سكه ما فيهاش حد جاي، يعني انت واقف مستني مين بجد؟ الشارع فاضي يا صاحبي، الشارع فاضي، ما فيش حد غيرك اللي واقف. فانت يا تاخد كرامتك وتبعد، تمام، يا تفضل زي ما انت. وطبعا الحال ده مش قصدك اكيد، يعني ده السبب خلاك تطلع على الفيديو اصلا، او الموضوع شاغل بالك ان انت مش مبسوط بالوضع ده. انا عايز برضو اكلمك على حاجه ممكن تكون مش واخد بالك منها. انت عارف كويس قوي الفرق بين شخص بيحبك وشخص بيحب حبك ليه؟ يعني تاني عشان تبقى واضحة، شخص بيحبك وشخص بيحب الحب اللي انت بتحبه له. يعني هو بجد هو ما بيحبكش انت، هو بيحب شكلك وانت بتحبه، بيحب يحس ان هو محبوب منك. وده غالبا بيكبره في عين نفسه ان هو يحس ان هو محبوب، وده كله على طبعا على حسابك. يعني هو مش فارق معاه انت يولع، مش فارق معاه بجد. كل الموضوع ان هو حابب حبك ليه، فاهمني؟ واللي مر بتجربة زي دي هيعرف انا بتكلم في ايه، هتستوعبها وهتحس بيها متأخر. انا بقول لك عايزك تبقى كده، وانت في العلاقة وحاسس انها بجد مش ماشية في الطريق اللي انت حابه. بص كده واسأل نفسك سؤال: هل الشخص ده بيحبني ولا بيحب حبي اللي انا بحبه له؟ وطبعا بتبقى واضحة قوي الصراحة يعني. فالشخص ده بيكون بيحب يحس ان في حد بيجري وراه، فانت بقى بتختار هتبقى مين في المعادلة دي. هتبقى الشخص اللي بيجري ورا سراب وانت عارف ان هو سراب لكن انت مصر تلاقي حاجة، ولا هتبقى الشخص اللي خلاص أدرك إن فعلا هو بجد مع شخص ما بيحبوش هو، وتبدأ تاخد برضه كرامتك. أنا كل حاجة خلي بالك إن أنا بيهمني كرامتك جدا، وعشان كده كفاية اللي وقع منها يا صاحبي لمه. لو تعرف تلم الباقي لمه وتاخد بعضك وتمشي. طب والحب الحقيقي بقى اللي إحنا عارفينه ده بتاع المسلسلات؟ والله الحب الحقيقي موجود، يعني الحب الحقيقي موجود، ولو حقيقي فعلا انت هتحسه وهتبقى موجود عشانك، هتطمن وهتسأل وهتكون موجودة جنبه، مش محتاج تعافر بجد علشان تيجي تطمن عليك.
لان انت لو فكرت فيها، انت لو بتعافر علشان حد يجي يسال عليك، فروح بقى اعمل حادثه، يعني اخش المستشفى عشان يجي يسال عليك، ما دي المعافره بقى. دي المعافره اللي تخلي حد يجي يسال عليك. انما مفيش حاجه اسمها الهبل ده، مفيش حاجه اسمها عافر في العلاقه. فبجد فكك من اي حد بيقول لك عافر في علاقه انت مش محبوب فيها، لان انت لو جبت لها نجمه من السماء برضو مش عايزاها منك. في فرق كبير بين انك تعافر في العلاقه وانك تتعب علشان العلاقه. بتعافر في العلاقه دي يعني انت اولا انت لوحدك في العلاقه دي، انت شغال لوحدك في العلاقه دي، بتتعب لوحدك، بتتهان لوحدك، وشايل لوحدك، وبتعدي المواضيع انت، وانت اللي بتطبطب لوحدك، كل حاجه بتعملها لوحدك في العلاقه، فدي المعافره بقى. وده طبعا مش اللي احنا عايزينه. طيب ايه بقى التعب في العلاقه؟ التعب دي يعني اتنين بيحبوا بعض فعلا وهما متاكدين من ده، فالاتنين بيتعبوا في العلاقه، بيحاول هو يتعب علشانها وهي تتعب علشانه علشان يبقوا مع بعض. فلنفترض ان في اتنين مخطوبين بس، فعلشان الولد يثبت للبنت ان هو بيحبها، او علشان يثبت لها ان هو صدق ان هي بتحبه وفعلا يثبت لها ده، فبيتعب علشان العلاقه. بيتعب ازاي بقى يا حبيبي؟ بيتعب ازاي؟ بيشتغل وبيجي على نفسه وبيشتغل بدل الشغلانه اتنين علشان ينجز ويروح ايه، او علشان ينجز ويتجوزوا ان شاء الله. ده بقى التعب المطلوب، ده التعب اللي كلنا عارفينه واللي مفيش راجل اصلا بيبقى رافض ان هو يعمله، ومفيش راجل طبعا ما بيعملوش. كل الناس بقى هتفضل تقول لك استنى واصبر، الحب طبعا محتاج تضحية والكلام ده كله، طبعا كلنا كلام عارفينه وسمعناه. بس اللي انت ما سمعتوش واللي ما حدش قال لك عليه ان الحب محتاج تضحية، بس محتاج تضحية من الطرفين مش من طرف واحد. في طرف بيضحي علشان التاني، وبرضه الطرف التاني بيضحي علشان. صدقني يا اسطى لما البنات بتحب حرفيا بتقدم كل حاجة. انا اتحكى لي من واحد اعرفه ان في بنت كانت في حياته، فهو كان عنده مشاكل ومش عارف يروح يتقدم وكده يعني. فقالت له حرفيا انا مش عايزة اي حاجة، انا مش عايزة ذهب، مش عايزة مهر، مش عايزة اي حاجة، انا عايزاك انت بس، عايزاك انت تيجي. لأنه طبعا البنت مش بنت بقى سعرها في سوق البنات مش قد كده ولا حاجة، أنا بنت محترمة وكويسة، فاهمني؟ بس بتحبه، يعني هي بتحبه فبتحاول تسهل عليه، واخد بالك؟ بتحاول تسهل عليه. قالت له تعالى، يعني أنت لو مش عندك حتى شقة هنقعد في إيجار لحد ما ربنا يكرمك وتجيب شقة. وبالنسبة لأهلي أنا هكلمهم وهقنعهم وأخليهم يسهلوا عليك الدنيا والمواضيع والكلام ده كله. وطبعا أنا مش بشجع إنك تبقى مش مقتدر ماديا وتروح تتجوز، يعني بنت الناس اللي انت هتاخدها دي بجد ما تستاهلش انك تمرمطها. فانت كن مقتدر ماديا الاول وبعدين تبدا تفكر في الجواز. طيب اللي انا بتكلم فيه ان البنت حتى لو هو يعني مش مقتدر، هي بتقول له انا معاك، هي دي بقى اللي تستاهل انك تجيب لها نجمه من السما. يعني بجد دي لو عايز تستخدم معاها مصطلح المعافره، لا ده انت تعافر علشان، لان انت بجد مش مستني اثبات منها انها بتحبك، ده هي بتقول لك تعالى وانت ما حلتكش حاجه اصلا. فساعتها عايز تسمي اللي انت هتعمله علشانها ده اي حاجه، عايز تسميه معافره، عايز تسميه تعب، عايز تسميه اي حاجه سميه، ساعتها مش هتفرق بجد. انا مش ضد انك تعافر حتى، يعني انا مش ضد انك تعافر وتعمل اقصى جهدك في العلاقه، بس اتاكد الاول انها بتحبك، اتاكد الاول انها عايزاك. فلو كل مره انت اللي بتسال وانت اللي بتتكلم وانت اللي بتعمل لك رياكت وما يتردش عليك، اسمعني كويس، هي بجد مش مشغولة، هي مش عايزة. بجد انت ليه بتقعد تبرر لها، تقعد تقول يمكن هي مشغولة، يمكن تعبانة، يمكن مخنوقة، او يمكن مش في المود، ولا مش فاضية؟ يعني انت بجد مقتنع يعني بتحصل ساعات ان شخص يبقى مخنوق او شخص مش فاضي او الكلام ده كله، كلنا فعلا بيجي علينا اوقات بنكون فيها مش فاضيين. ولكن هل انت مقتنع ان في حد مش فاضي 24 ساعة كل يوم؟ يعني انت مثلا عندك ايلون ماسك، ايلون ماسك ده انت اكيد سمعت الاسم ده قبل كده. ايلون ماسك ده يا باشا المفروض ان هو من اغنى الناس اللي موجودين، او يمكن اغنى راجل في العالم على حسب ثروته يعني. ايلون ماسك المفروض بيدير شركات كتير قوي زي سبيس اكس وشركة تسلا والكلام ده كله. الشخص ده بجد بيقعد على تويتر بينزل تويتس بيرد على الناس، فاهمني؟ وعنده نفس ال 24 ساعة بتوعنا، اليوم بتاعه مش 50 ساعة ولا حاجة، ومع ذلك راجل فاضي وبيرد عادي والدنيا جميلة. فانت بجد عايز تقنعني ان البنت اللي انت عارفها دي 24 ساعة كل يوم مش فاضي؟ وأنا مش هقول لك امشي أو ابعد أو الكلام ده كله، أنا هقول لك اسأل نفسك، هل أنا مبسوط؟ هل أنا متقدر في العلاقة دي؟ لو الإجابة لأ بجد، لو أنت إجابتك على كلمة أنا متقدر في العلاقة دي بلأ، يبقى أنت موجود ليه؟ خد اللي بقى من كرامتك يا صاحبي، ولم اللي تقدر تلمه وخد بعضك وش. سلام عليكم.